السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتكلم اليوم عن مباراة النادي الأهلي. النادي الأهلي هذا اللون الأحمر يلعب بأسلوب 4-2-3-1، والاتفاق يلعب بأسلوب 5 كخط دفاع، 3 في الوسط، لاعبين مهاجمين. إذا الأسلوب هنا 5-3-2. في غالب الأحيان الاتفاق يلعب بهذا الأسلوب، قد يلعب بأسلوب 4-4-2، ممكن يصبح الأسلوب اللعب الآن 4-4-2، لكن في الغالب الاتفاق يلعب ب3 قلوب دفاع، ظهيرين، ثلاثة لاعبين في المنتصف، مهاجمين. خطورة الاتفاق تكمن في هذا الحارس روداك. في معظم الأحيان روداك يتجلى في الحراسة الاتفاقية. إذن متى ما استطعت أن تحبط الحارس بالتسديد المستمر عليه، أعتقد أنه هذا، وبالذات التسديد المستمر المؤثر، يعني الذي ينتج عنه أهداف، أعتقد أنه سوف تحبط واحد من أهم دعائم الفريق، وهو الحارس المرمى اللي هو روداك، يتجلى أمام الفرق الكبيرة. هذا هنا في هذا الظهير الأيسر نكوتا، وفي بعض الأحيان يلعب هنا لاعب اسمه كالفو، لكن في آخر 3 مباريات لعب اللاعب الصغير الجنوب أفريقي نكوتا. وهنا يلعب مادو، وهنا جاك هندري، وهنا عبد الله الخطيب، وهنا راضي العتيبي. هذا خماسي خط الدفاع. من يقود هذا الخماسي هو اللاعب جاك هندري. جاك هندري هو اللاعب الذي يقود دفاع الاتفاق. وهنا إشكالية ما بين 3 قلوب الدفاع في هذا المكان. هنا إشكالية، هناك ثغرة ما بين قلبي الدفاع في هذا المكان، وهنا ثغرة ما بين قلبي الدفاع هنا في هذا المكان. يتضح بشكل جلي حينما يصعد راضي بهذا الشكل، يذهب عبد الله الخطيب، فتصبح المسافة هنا كبيرة جدا، أو يذهب نكوتا إلى الأمام، يذهب عبد الله مادو لكي يغطي هذه الخانة، فتصبح المسافة بين ثنائي الدفاع كبيرة جدا. يستطيع لاعب النادي الأهلي ايفان توني الاختراق من هنا او من هنا في الغالب، او رياض محرز في هذا الاتجاه، او جالينيو في هذا الاتجاه، او فراس الغامدي او انزوميو في هذا الاتجاه. لذلك هناك ثغرة واضحة، اذا استغلها رياض محرز يستطيع ان ينفذ من هذا الاتجاه ويصل الى مرمى فريق الاتفاق، أو استطاع جالينيو أن ينفذ في هذا الاتجاه. إذن هناك حالة خطرة بالنسبة للنادي الأهلي في هذا الاتجاه. لذلك على لاعبين النادي الأهلي استغلال هذه الثغرة الواضحة ما بين قلوب الدفاع، يعني قلوب الدفاع ليس هناك ترابط حقيقي بين هذا الثلاثي. الثغرة الموجودة هنا والثغرة الموجودة هنا ممكن يستغلها لاعبين النادي الأهلي. هنا في منتصف الملعب يوجد اللاعب فارس الغامدي، واحد من أنشط لاعبين الوسط ومن أفضل لاعبين الوسط في التمرير، فارس الغامدي. وهنا مختار علي، وهنا في هذا المكان كان يلعب دودة، وسمعنا أنه دودة مصاب، ومدران أيضا يلعب في هذه الخانة، وأيضا مدران مصاب، فلعله يعني البدائل عند سعد الشهري ليست بكثيرة، لعله ينزل في هذا المكان زياد الغامدي، يعني كأحد الخيارات التي تكون في منتصف الملعب، أو أنه ينزل كالفو في هذا المكان، يعني كالفو ينزل في هذا المكان ويتقدم نكوتا في الاتجاه الأمامي، فيصبح نكوتا هنا أو هنا، واحدة من الاثنين، نكوتا يصير في منتصف الملعب. لكن أنا أتوقع ممكن يكون زياد الغامدي ينزل في هذا الاتجاه. هذا اللاعب مع هذا اللاعب مع اللاعب هذا، هذول يشكلوا أخطر جبهة
في فريق الاتفاق. هذا اللاعب زياد الغامدي، وهذا نكوتا، وهذا خالد الغنام. خالد الغنام واحد من أخطر لاعبين الاتفاق في المباراتين الأخيرة، سجل أمام الاتحاد، وسجل هدفين أمام الخلود. سجل هدف الفوز للاتفاق أمام الاتحاد، وسجل هدفين الاتفاق أمام الخلود. إذن أخطر لاعب هو هذا اللاعب خالد الغنام في فريق الاتفاق. قد يلعب هو في العادة يلعب جناح، فيلعب جناح أيسر. إذن هو في الجانب الذي فيه علي مجرشي، في الجانب اليمين يفرض عليه علي مجرشي يقابل الصيقة. يساعد في ذلك فرانك كيسيه ينزل لمساعدة علي مجرشي في هذا الاتجاه. لكن إشكالية هذا اللاعب قد يلعب في منتصف الملعب، فيكون على ثنائي خط الوسط مراقبة هذا اللاعب، كل من أتنغانا أو فرانك كيسيه أو زياد الجهني وفرانك كيسيه، أيا كان هذا الثنائي يجب عليهم مراقبة خالد الغنام. هذا أخطر لاعب في فريق الاتفاق. لذلك أجد أنه تشكيل هذه الجبهة، جبهة في اليسار، تتكون من نكوتا كظهير، هو المفروض ظهير هنا لكن يتقدم في الاتجاه هذا، ثم بعد ذلك يصبح زياد الغامدي، نكوتا، خالد الغنام. أقوى جبهة في الجهة اليسار. لكن هذه الجبهة في هذا المكان هي جبهة ضعيفة جدا في ظل وجود راضي العتيبي هنا في هذا المكان. يسقط معه هنا ديمبلي، يعني ديمبلي هنا في هذا المكان، ثم يأتي ثم يأتي فيلندوم في هذا الاتجاه. يعني هنا يسقط فيلندوم هنا في هذا الاتجاه، فتصبح جبهة هنا أيضا جبهة، لكنها ليست بنفس الجبهة الفعالة في هذا الاتجاه. لكي يفعل الجهة اليمين، ماذا يفعل سعد الشهري؟ يخلي ديمبلي يذهب هذا الاتجاه، فيلندوم يذهب في هذا الاتجاه، فتصبح عنده جبهتين قوية. في العادة هي جبهة واحدة هي قوية، لكن حينما يذهب ديمبلي في هذا الاتجاه مع راضي العتيبي مع فيلندوم يصبح هناك جبهة قوية، يصبح لاعب مختار علي هو لاعب الوسط الثابت في منتصف الملعب. طيب، هذا أيضا من أخطر لاعبين الاتفاق، فيلندوم، اللاعب الذي يلعب خلف المهاجم. إذا كان هذا مهاجمهم فاللاعب هذا يلعب خلف المهاجم. في معظم الأحيان هو الذي يسجل الأهداف لفريق الاتفاق، لكن المباراتين الأخيرة فيلندوم لم يسجل أي هدف لا في الاتحاد ولا في فريق الخلود. خطورة فيلندوم أنه يلعب في هذا الاتجاه ويلعب في هذا الاتجاه ويلعب في هذا الاتجاه، ويلعب أحيانا يعود ديمبلي في الخلف ثم يتقدم هو في الناحية الأمامية، فيشكل خطورة على مرمى الفريق الأهلاوي. لذلك فيلندوم ثاني أخطر لاعب في فريق الاتفاق. شوف هكذا تشكل خطورة فريق الاتفاق. في بعض الأحيان يكون هذا اللاعب ديمبلي في هذا المكان، يذهب زياد الغامدي في هذا الاتجاه، يأتي يعني تصبح الجبهة هنا قوية في بعض الأحيان في وجود ضار العتيبي، ووجود فارس الغامدي، ووجود فيلندوم هنا. فكلما قويت جبهة في الاتفاق ضعفت جبهة أخرى. إذا راح فارس الغامدي في هذا الاتجاه تصبح هذه الجبهة قوية وتصبح هذه الجبهة ضعيفة، ثم بعد ذلك إذا جاء في هذا الاتجاه تصبح هذه الجبهة ضعيفة، هذه الجبهة قوية وهذه الجبهة هي الجبهة الضعيفة في فريق الاتفاق. لكن هناك توازن ما بين الخطين في جل الأحيان. هذه هي الجبهة القوية في فريق الاتفاق، هذا الثلاثي الذي يشكله فريق الاتفاق هي أقوى جبهة موجودة في فريق الاتفاق. طيب، نتحدث عن أمر آخر. أخطر لاعب في فريق الاتفاق هو فيلندوم وأيضا خالد الغنام، أخطر ثنائي دائما وأبدا في المباريات. قد يقول قائل طيب ديمبلي أليس لاعب خطير، مهاجم خطير؟ بلى، هو لاعب خطير. إذن نحصر خطورة الاتفاق ما بين هذا الثلاثي. ثلاثي
فينندوم، خالد الغنام، يعني حسب أخطر اللاعبين خالد الغنام أخطر لاعب، ثم فينندوم، ثم ديمبلي. إذا هذا الثلاثي هم أخطر لاعبين فريق الاتفاق. ما عدا ذلك لا يوجد يعني لاعب قد يشكل خطورة على فريق النادي الأهلي. نكوتا قد يعرض كرة في هذا الاتجاه، يذهب في هذا الاتجاه يعرض كرة. راضي العتيبي قد يعرض كرة في هذا الاتجاه، لكن في الغالب من يشكل خطورة على النادي الأهلي هم هذا الثلاثي: خالد الغنام رقابة لصيقة، فيلندوم رقابة منطقة، ديمبلي أيضا رقابة منطقة. ليش أنا أقول رقابة لصيقة؟ لأنه في الغالب خالد الغنام هو دائما في المناطق الأمامية، لا يعود إلى الخلف، لا يعود إلى الإسناد الدفاعي. لكن فيلندوم وديمبلي دائما يعود الإسناد الخلفي، فلما يعود إلى الخلف يعود هنا في هذا المكان. كيف تسوي عليه رقابة مان تو مان؟ صعب جدا. لكن أنت تسوي عليه رقابة منطقة، حينما يأتي إلى المنطقة الأمامية هنا تسوي عليه رقابة منطقة، فيكون هذا اللاعب مع هذا اللاعب، وبعدين ثنائي الوسط يكون مع واحد منهم مع هذا اللاعب، يعني لاعب مع فينندوم، واحد لاعب مع ديمبلي. طيب الأمر الآخر ثغرة بين قلوب الدفاع ذكرناها، وهذا ما يتطلب من النادي الأهلي أن يستفيد منه لإفشال خطة 5-3-2 أمام الخلود، حيث استطاع فريق الخلود السيطرة على وسط الملعب. من هنا يتضح لنا أنه الاتفاق سوف يكون في منتصف الملعب لاعب واحد فقط، والنادي الأهلي لاعبين. إذن سوف يفرض النادي الأهلي سيطرته على وسط الملعب. النادي الأهلي سوف يفرض السيطرة على وسط الملعب في ظل وجود لاعب واحد اللي هو مختار عليه. لكن كيفية الاستفادة من سيطرة الوسط الأهلاوي على وسط فريق الاتفاق؟ تتضح أنه هناك سوف يكون إسناد هجومي من لاعب واحد فقط، وهو اللاعب فرانكيسيه، يذهب إلى الإسناد الهجومي ويعود أتنغانا أو زياد الجهني أيا كان، يعود لرقابة مختار علي حتى تكون منطقة آمنة لدى الأهلاويين. ولذلك نلاحظ أنه الاتفاق دائما لا يستحوذ على منتصف الملعب، هجماته كلها عن طريق الأطراف. لا يوجد هجوم عنده عن طريق العمق، يعني ما في عنده هجوم عن طريق العمق، لا يستغل العمق. ليش؟ لعدم وجود لاعب يسقط في عمق الملعب، مع أنه ديمبلي في بعض الأحيان يسقط في عمق الملعب، لكن في الغالب يكون هو يلعب على الأطراف. هذه ما أردت أن أوضحها من خلال هذا البورد، مباراة النادي الأهلي ومباراة الاتفاق، كيفية استطاعة النادي الأهلي أن يسيطر على وسط الملعب، كيفية الفاعلية بين أن يكون هناك ثغرة بين قلوب الدفاع واضحة وجلية يستطيع أن يستغلها أيضا توني، رياض محرز، جالينيو. سوف يشكل خطورة كبيرة جدا على فريق الاتفاق. متى ما استطاع النادي الأهلي أن يسيطر على هذه المنطقة في ظل وجود 5 لاعبين، أعتقد سوف يكون مؤثرا بشكل كبير. والتركيز العالي على هذا الثلاثي اللي يجب أن يكون تركيزه عاليا في أرض الملعب، جالينيو، رياض محرز، أيضا توني، التركيز العالي. ودخول أيضا كل من اللاعبين اللي هو فرانكيسيه وزياد واللاعب انزو ميو أو فراس الغامدي أو اللاعب فراس في الدخول إلى العمق. أيضا أحيانا يكون يتطلب منك الدخول، فراس البريكاني يتطلب منك الدخول في العمق، فيصبح عندك خماسي خطير جدا على مرمى فريق الاتفاق. هذا جانب مهم جدا لابد من إيضاحه حتى يعلم. والمدرب سعد الشهري مدرب خطير حقيقة، مدرب فريق الاتفاق، مدرب يعرف كيف يقرأ الفريق المنافس، واحد من أجود المدربين المحليين إن لم يكن أفضل مدرب محلي في الوقت الحالي. أنا أصنفهم سعد الشهري أفضل مدرب، ثم بعد ذلك خالد العطوي، ثم بعد ذلك صالح المحمدي. هذا أفضل ثلاثي مدربين محليين موجودين في الساحة إلى هذه اللحظة. هذا ما أردت أن أتكلم فيه، والله يوفقكم جميعا.